الفيديو ده لاخواتنا اللي هم ثانويه عامه او ازهريه، فلو تعرف حد ابعت له الفيديو ده. الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي ديّة أنتم متقسّمين ل3 أنواع. أول نوع هو شخص الحمد لله من أول السنة كان ملتزم وبيذاكر كويس، فده أنا حابب أقول له كمّل على الوضع اللي أنت فيه، واهتم بالفترة اللي أنت فيها دي كويس أوي، 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 لإن ديّة الأساس اللي هي يعني فاهمني، هي اللي هتعمل فرق في مجموعك جدًا، لإنك لو مهتم بالفترة اللي فاتت وقصّرت في الفترة دي، فاللي أنت عملته الفترة اللي فاتت كلّه ضاع. فال3 شهور دُمّة هم أهم 3 شهور في السنة، حرفيًا في ناس بيبقوا ما بدأوش خالص وييجوا في ال3 شهور دُمّة يشدّوا شدّة كويسة ويجيبوا مجموع يفرقوا عن الناس اصلا اللي بادئين من زمان. تاني شخص بقى وهو شخص الحمد لله بادئ من الاول، ولكن عنده ديفكتات او عنده نقص في حاجات معينه. يعني هو عارف مثلا ان عنده في الفيزياء الشابتر رقم 2 مثلا انا عندي مشكله فيه، عندي في الكيمياء الشابتر رقم 1 عندي مشكله فيه. والله الوضع دلوقتي ما فيش مشكله، عادي ان انت ان يبقى عندك مشكله في مواد، فدي عادي وكلنا كنا كده. ولكن المهم دلوقتي انك ما تسيبش النقص اللي عندك دي لغايه اخر فتره. لا، من دلوقتي بقى اعرف النقص اللي عندك كده ورقه وقلم واكتب والله انا عندي في الفيزياء الشابتر الاولاني، عندي في الكيمياء الشابتر كذا. خلاص الشابتر الاولاني ديت احدد بقى هسمع له شرح يوتيوب على للدكتور للاستاذ فلاني او الاستاذ كذا. تمام. وابدا اسمع بقى الحاجات اللي ناقصاني دي وافهمها كويس واذاكرها، بالاضافه اللي انا برضو براجع الحاجات اللي فايتاني. تمام. تالت نوع بقى هو مثلا اللي عنده نقص في او عنده مواد كتير ضيع فيها او وقع فيها. والله اجيب ورقه وقلم برضو نفس اللي هيعمله النوع التاني، وتكتب مثلا عندي الفيزياء والله يعني الشابتر الاولاني ما ذاكرتوش، الشابتر الثاني ما ذاكرتوش، الشابتر كذا. واكتب الحاجات ديت وابدا اعمل جدول للحاجات ديت ابدا امشي فيه، سواء هسمع بقى يوتيوب او هتابع من المنصه اللي انا متابع عليها. ابدا اسمع الحاجات دي من دلوقتي. طيب، الاهم بقى بالنسبه لده كله الحل. طب ازاي استفاد من الحل؟ والله اهم حاجه تعملها في الحل، انا مش الهدف بالنسبه لي في الحل مثلا انك تحل مثلا البوكلت فتحل ال 60 سؤال بتاع البوكلت صح. والله انت تستفاد اكتر لو حلت من ال 60 دول 20 غلط، او واللي حل 30 غلط فهو استفاد اكتر منك. ليه؟ لان بالنسبه له هو حل 30 غلط، فهو ال 30 اللي غلط دول 30 فكره جديده دخلوا له. ولكن المهم ان انا اتعامل مع ال 30 سؤال الغلط دول ازاي. والله انا عرفت ان النقطه ديت عندي غلط، خلاص تمام. اشوف بقى في مكانها فين، في انهي فصل، مكانها في انهي جزئيه، وابدا اذاكرها كويس وخلاص يبقى فكره جديده دخلت لي. لقيت نفسي مثلا عندي اكتر من موضوع بيتكرر معايا وعمال اغلط فيه كتير، مهما ذاكره بغلط فيه برضه، يبقى انا عندي ديفكت في النقطه ديت، واشوف المنطقه ديت مكانها فين في انهي جزئيه بالظبط، وارجعها من الاول تاني واذاكرها من الاول تاني. فالتعامل مع الحل، واعمل له فيديو منفصل، التعامل مع الحل مهم جدا جدا. اخر حاجه هقولها اللي هو انت طبيعي جدا تبقى حاسس انك ناسي كل حاجه الفتره ديت وما انتش مجمع وكلام من ده طبيعي جدا. اللي مش طبيعي انك ما تبقاش انك تبقى فاكر انك لامم الدنيا كلها ومجمع الدنيا كلها. ولكن طول ما انت بتذاكر وكل ما انت بتراجع فانت كده ماشي صح. واهم حاجه الحل الكتير الفتره ديت هو اللي هيفيدك، الحل الكتير الفتره ديت هو اللي هيفيدك. افتح بوكلت وحل وحل وعود نفسك على نظام الامتحان واقعد حل، وهكلمك ازاي تستفاد من الحل في فيديو جاي ان شاء الله، عشان ده الفيديو ده طول اصلا.